الآلاف من الأرجنتينيين يصطفون في طوابير طويلة أمام المسجد لاعتناق الإسلام. قبل التفاصيل اعطونا لايك لهذا الفيديو وشاركوه ليصل لغيركم من المسلمين، واكتبوا في التعليقات الله أكبر، واحمدوا الله على أن هداكم لهذا الدين العظيم دين الإسلام. وفي التفاصيل فقد أظهرت مشاهد مصورة تم التقاطها من أمام مسجد الملك فهد في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس تكدس عشرات الأشخاص وربما المئات من غير المسلمين من أجل دخول المسجد بحضور فعالية للتأليف بالإسلام وتعاليمه، وكان كثير من هؤلاء ينتهي به الأمر باعتناق الإسلام طواعية. فشاهدوا الفيديو. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول أحد المعلقين على هذا المشهد: يبدو بشكل متزايد أن الإسلام لا يمكن إيقافه في الأرجنتين، حيث أن الأرجنتينيين باتوا على استعداد للحصول على معلومات حقيقية متزايدة عن هذا الدين، وهو ما يعكس مدى اهتمامهم المتزايد بالإسلام. وكان مسجد الملك فهد في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس قد بدأ في تنظيم فعاليات عن الإسلام لمن يرغب في حضورها من غير المسلمين، لذلك تتابع زوار بالآلاف من غير المسلمين إلى المسجد لحضور هذه الفعاليات، إذ كانت إدارة المسجد تنظم فعاليات مثل عقد القران للمتزوجين الجدد من المسلمين، وفعاليات خاصة بمشاهدة أفلام وثائقية ممتعة عن الإسلام جذبت اهتمام الكثيرين، مما اضطر عددا منهم إلى الانتظار قبل الدخول إلى المنطقة المخصصة لذلك في المسجد. وبشكل عام فإن الكثيرين من الأرجنتينيين باتوا يهتمون بالتعرف على الإسلام، وربما اعتناقه في كثير منهم باعتبار تعاليم هذا الدين تشعر بالسلام والهدوء والطمأنينة من داخل أنفسهم، خاصة بعد رؤية وسماع هذه التفسيرات مباشرة من الشيوخ. وقد اعترف عدد منهم أنهم في السابق كانت لديهم مخاوف من التعرف على الإسلام، خاصة بسبب وصفه الدائم من قبل وسائل إعلام غربية بالإرهاب. وبشكل عام فإن أعداد الأرجنتينيين الذين يعتنقون الإسلام في تزايد مستمر. والآن الكل مدعو للنزول إلى قسم التعليقات أسفل هذا الفيديو وكتابة الله أكبر، ولا تبخلوا ولا إعجابين لهذا الفيديو وشاركوه لينتفع غيركم، فالدال على الخير كفاعله.